اهلا بيكم يا فنانين في استكمال حلقات السيناريو خطوة بخطوة. الرحلة من الفكرة فالورق ثم السيناريو النهائي. الشخصيات اساس كل عمل سينمائي. الشخصيات بداية مفيش قاعدة بتحدد عدد الشخصيات اللي لازم يتضمنها كل سيناريو، ولا ليها اي علاقة بطول الفيلم ولا بنوعه. فانه مثلا نوع الفيلم الفلاني لازم عدد الناس اللي بيمثلوا فيه يبقى قد كده. المسألة ملهاش اي قاعدة. اهم حاجة بيقوم بيها السيناريست وهو بيشتغل في كتابة المعالجة انه يقوم بحصر الشخصيات اللي هو محتاج لها علشان تحكي القصة. العدد مش مهم، انما المهم هو هل هذه الشخصية ضرورية فعلا ولا لا. واذا رأى كاتب السيناريو ان الشخصية دي جذابة وانها بتفيد السرد السينمائي يبقى نحتفظ بيها. ممكن شخصية تكون زي الايه، زي المسافر المسلي كده اللي بيصاحبك في رحلة، ممكن ما يفيدش لكن بيخفف عنك. زي زمان لما كانوا بيعملوا دور السنيد. دور السنيد ممكن لو انت شلته خالص من الفيلم ما يأثرش على المسار بتاع الفيلم، لكن وجوده بيخفف من الضغط العصبي بتاع المشاهد، بيخفف من الأحداث الدرامية وهكذا. طيب، عشان نرسم الشخصية بتاعتنا أو الشخصيات بتاعتنا لازم أقوم بدراستها، والدراسة هنا بتتم من خلال 4 أبعاد رئيسية. أول بعد هو البعد الفسيولوجي أو الجسماني أو التركيبة الجسدية للشخصية. يعني هل الشخص ده مثلا قوي البنيان؟ هل هو طويل؟ هل هو قصير؟ هل هو وسيم حلو؟ ده دميم؟ الشخصية عمرها كام سنة؟ ملامحها الشكلية وهكذا. لأنه طبعا ده بيأثر على حدة الأداء. مش كده وبس، ده بيأثر لما تيجي تكتب الحوار. ده كمان بيأثر على المواقف نفسها والتصرف والفعل ورد الفعل للشخصية. طيب، ايه البعد التاني؟ البعد التاني هو البعد الاجتماعي. في اي بيئة نشأت الشخصية؟ مين هم اصحابه؟ مين اللي اتربى وسطيهم وعاشرهم؟ لان طبعا البيئة بتأثر على تصرفات الشخص، بتأثر على وجهة نظره، بتأثر على كلامه، بتأثر على طبيعة تصرفاته وهكذا. البعد الثالث هو البعد الثقافي. الشخصية دي تعرف ايه؟ قرت ايه؟ اتأثرت بمين؟ ايه مستوى التعليم بتاعه وهكذا. البعد الرابع هو البعد المادي. المادي هنا المقصود بها البعد الغنى او الفقر. هل هو غني او فقير؟ انهي طبقة مالية؟ هل هو من طبقة المليونيرات؟ هل هو من طبقة المتوسطة؟ هل هو من الطبقة الكادحة؟ لان برضو كل الكلام ده بيفرق عندنا. في بعد اخير وهو بعد خامس احنا اضفناه بعد كده، وهو البعد السيكولوجي او النفسي. هل الشخص ده شخصية انطوائية؟ هل هذا الشخص شخصية وحيدة؟ هل هذا الشخص شخصية سائرة؟ هل هذا الشخص شخصية عصبية؟ هل عنده مشكلة سابقة في حياته أثرت عليه؟ برضو الحاجات دي من الحاجات المهمة. يبقى احنا عندنا هنا هنخليهم 5 أبعاد أساسية: بعد فسيولوجي، بعد اجتماعي، بعد ثقافي، بعد مادي، ثم بعد سيكولوجي أو بعد نفسي. الكلام ده بقى المفروض ان احنا نبتدي نطوره طول ما احنا ماشيين. بمعنى ان الشخصية لما بتبتدي بشكل، ومع نهاية الفيلم المفروض ان يحصل فيها تطور. ما ينفعش ان الشخصية تفضل على نفس المنوال بنفس الشكل طول ما الفيلم شغال لحد ما الفيلم ينتهي، وإلا هتبقى شخصية مملة والناس مش هتلاقي فيها اي نوع من انواع الإثارة. في نفس الوقت لما اجي اتعامل مع الخير والشر بالذات، ما ينفعش ان انا اتعامل في الشخصيات مع ان في واحد خير على طول
وواحد شر على طول، لان احنا ما احناش انبياء وفي نفس الوقت ما احناش شياطين، احنا عبارة عن مزيج من الاتنين. وبالتالي اي شخصية في الدنيا موجودة في الحياة لازم يكون ليها جوانب خيرة، ولازم يكون ليها جوانب مش خيرة. فاذا ما نتعاملش باسلوب الابيض والاسود، احنا بنتعامل هنا باسلوب الايه، باسلوب الرماديات. الحاجة التانية، احيانا بيحصل ان انا بحتاج ان انا اعمل حاجة اسمها نقطة تحول للشخصية. عشان اعمل نقطة التحول للشخصية، يعني مثلا شخصية كانت شريرة ثم حصل حادث معين فحصل لها تحول بقت طيبة مثلا، وزي ما كان بيحصل في الافلام العربي القديمة زمان، كان بيعمل ايه؟ كان بيتجه لاسلوب الصدمة، ان هو يروح عامل مشهد صادم للشخصية اللي هي الشريرة دي، فتقوم الشخصية دي تعود الى انها تبقى خيرة وبتاع وكلام من ده. في الواقع الكلام ده غير واقعي وغير صحيح. المفروض انه التغيير، اذا انا حبيت ان انا اغير الشخصية بتاعتي او ان انا اطورها، لازم التطور يبقى على مراحل. ما ينفعش التطور يبقى بنظام الايه، المشاهد الصادمة او الموقف الواحد، لانه التصرفات بتاعت البني ادم ب ب ب بتظهر عليه في طول مدة حياته طول ما هو عايش. إذا واحد اتعود على إنه بيتعامل بطريقة معينة سنين طويلة، ما ينفعش لقطة واحدة أو مشهد واحد أو صدمة أو كذا أو كذا تقلبه 180 درجة وتبص تلاقيه اتغير. لا، لكن ممكن مجموعة مشاهد، ممكن مجموعة خبطات، ممكن مجموعة صوادم، لكن ان انت تحجم شخصيتك في لحظة واحدة فجأة تتحول فتبقى من خير لشر او من شر لخير، الكلام ده بيبقى غير واقعي وغير حادث في الحياة الطبيعية الواقعية، وهيبقى غير مقبول لما شخصياتك تتحول عليه. نقطة مهمة وأخيرة أحب أقولها في موضوع الشخصيات، ما ينفعش إنه الشخصيات تتكلم بأسلوبك يا سيناريست. إذا أنت يا سيناريست اللي بتكتب الحوار، أو إذا أنت يا سيناريست اللي بتكتب التصرفات، ما ينفعش كل الشخصيات تتكلم بشكل واحد وتتصرف بطريقة واحدة اللي هي طريقتك يعني. لا، المفروض ان كل شخصية بتتكلم بالطريقة بتاعتها طبقا للابعاد الخمسة اللي احنا قلنا عليهم، وفي نفس الوقت تتصرف التصرفات طبقا للابعاد الخمسة. بحيث ان انا لو عملت مثلا الفيلم ده مكون من 3 4 5 اصدقاء مثلا، لازم التلاتة 4 5 اصدقاء ما يتكلموش بشكل واحد، ما يتصرفوش بطريقة واحدة، ما يتعاملوش مع بعض، كل واحد فيهم كأنهم كربون للتاني. وده على فكرة غالبا كتير جدا ما انا بقابله لما بعض اصدقائنا بيبعتولي السيناريوهات بتاعتهم، بلاحظ انه كل شخصيات العمل بتتكلم باسلوب واحد وبشكل واحد وبصيغة واحدة وبطريقة واحدة، وده خلي بالك منه غير صحيح. في حاجة مهمة لازم نعرفها، إنه إعداد الشخصيات بيتم قبل ما نبتدي نكتب السيناريو والحوار. بنعمل إعداد للشخصيات، عايزين نعرف بيتكتب إزاي، نحط فيه الإيه، الخمس أبعاد لكل شخصية من الشخصيات الرئيسية. كل شخصية من الشخصيات الرئيسية بتاعت الفيلم. طبعا مش معنى كده إن أنا هكتب لكل الناس اللي موجودين في الفيلم، لكن مجموعة الأشخاص الرئيسية اللي موجودة في الفيلم 5 6 7 10 ببتدي أعملهم بالأبعاد الخمسة اللي إحنا اتكلمنا عليهم، بحيث إن الورقة دي تبقى قدامي، تبقى ورقة أو ورقتين أو ثلاثة أو أربعة. الورقة دي تبقى قدامي لكل شخصية، بحيث إن أنا وأنا بكتب السيناريو والحوار أبقى عارف ردود أفعالهم، أبقى عارف طريقة كلامهم، أبقى عارف المواقف اللي هيحصل لما هيتعرضوا لها هيتصرفوا ازاي بناء على دراسة هذه الشخصية، وبناء على الخلفية بتاعت هذه الشخصية. انا بشكركم جدا يا فنانين على المتابعة، وما تنسوش اللايك والشير، تعملوا اشتراك في القناة، فعلوا الجرس عشان يوصلكم كل الدروس والمحاضرات وكل انتاج سينما ميكرز. الى اللقاء.